طيب يا جماعه، النهارده بقى احسن تشكيله في برشلونه وريال مدريد. واحد برشلوني من 2013 وواحد ريالاوي بقى ايه من مده برضه. عايزين نعرفوا بقى ايه مين فينا هيتفوق على التاني بحيث التشكيلات. يعني انا مثلا هقول تشكيله، التشكيله ديت بقى هتعرف تتفوق على التشكيله بتاعته ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ الاول بس قبل ما اقول التشكيله، كل واحد يقول رايه في التشكيلات اللي هنقولها دي ويكتب في التعليقات ويقول هو برشلوني ولا ريالاوي. اكيد برشلونه، اكيد ما عندش عندنا ريالاوي خالص. النادي الملكي واحد بس، محدش يقول لي الزمالك طبعا. نبتدي اول حاجه مع حراسه المرمى. دلوقتي انا قدامي فان دير سار وقدامي تير شتيجن. فان دير سار طبعا ايكون وحاجه فظيعه وكسب بطولات مع النادي، وتير شتيجن برضو يعني بالنسبه لي انا يكسب. هو احسن حارس فعلا جه على برشلونه من فتره كبيره جدا، وكان في عز ما برشلونه كانت مهدوده ومتدمره وكده كان بيشيل كتير. هو قبل بس من كل واحد يقول تشكيلته، احنا هنلعب 4-3-3. دي حاجه، والحاجه الثانيه دي مش احسن تشكيله جت في التاريخ، دي احسن تشكيله من وجهه نظرنا احنا. فمش شرط يبقى لعيب مثلا بقاله زمن مثلا او عنده 96 سنه دلوقتي، مش شرط خالص. المهم ان هو يبقى كويس، بس ممكن يبقى يلعب عادي. ممكن برضو انت تقول لنا التشكيله بتاعتك تحت في الكومنتات. هتلعب بمين انت؟ تير شتيجن. تير شتيجن هو طبعا معروف كاسيس من غير فصال. على كورتوا احسن حارس في العالم. كورتوا حاجه تانية برضه، بس انا بحب فاز ذهبي كاسيس. اتفضل يا شباب. هنخشه على الباك اليمين، مع انه هو زباله دلوقتي وانا ما بحبوش دلوقتي، بس انا هختار جوردي كالفا. مع ان انا بقول عليه جوردي كالفا بس انا هقول باك، بس هو مش باك يمين، هو بيقف باك شمال ويمين وقلب عادي. هو جاب بالي كارفاغال طبعا، بس ما ينفعش. يعني هو كارفاغال زمن معانا، بس ما ينفعش هو خالص عشان هو بيقبل دلوقتي. حط قلبه باك يمين. حلو. ده هو المفروض سنتر وخط نص ومش عارف ايه، رزعته في خط لعيب جوكر. خدنا لقطه فعلا، يقف قلب، يقف يمين شمال، عنده قلب. هو عنده قلب. خط نص ديفينس، خط نص مهاجم، يعمل اي حاجه. ما ده يقف جون بس، وده له ديال بس. المشكله ان انا مزنوق في الدفاع دلوقتي، لان انا اكيد مش هقول بيكيه. اكيد حاجه مؤكده ان انا مش هقول بيكيه. ليه يا عم؟ مش شرط. بس هو بيهبل دلوقتي بس هو ليه تاريخ برضه معاكم. مش عايزه يا عم التاريخ، ومش عايزه هو شخصيا، خلاص اعتزل والحمد لله. انا بص كنت هبكي من الفرحه. انا دلوقتي ممكن اقول بيول بصراحه قائد منقذ. اسمه دوت قلبه على الفريق، بيحب الفريق جدا. محدش يقدر ينكر ان ده من احسن سنتر باكات اللي جت في برشلونه وتقريبا في الدوري الاسباني. اختيار موفق. بيول مفيش نقاش عليه، بيول جامد. انا طبعا هختار لا تذهب الى العاطفه اياك والعاطفه. سيرجيو راموس. بص هو مفيش كلام، مدافع جامد طبعا، بس انا بكرهه. وانا بكرهه. يعني احنا الاتنين بنكرهه، بس هو مدافع جامد بصراحه، يستحق ان هو يبقى موجود في التشكيل. مش شرط. احنا بنقول دلوقتي احسن تشكيله من وجهه نظر ناس اجيبهم يلعبوا كوره، مش شرط احبهم خالص. الدفاع التاني منتقل حديثا، ممكن تقول ان انا يعني غريب ان انا بحطه. اوريخو ولا ايه؟ يا جماعه اراوخو يا جماعه كان عامل موسم جامد، ولولا الاصابه كان زمان متالق اكتر ما هو كان متالق، وانا بحبه جدا بصراحه. بيعمل ايه اوريخو ده؟ شغال ايه؟ بيعمل ايه؟ لا اراوخو جامد. انا بحبه الصراحه ما بتفرجش عليه خالص. لا انا بحب اراوخو. توقعتها يعني. انا هقول لعيب قديم قوي بس جامد، يعتبر من مؤسسين النادي اصلا، وهو كانافارو. تاريخ ده رجعت قوي انت. نيجي عند الباك الشمال، احسن باك شمال عدى واخد القاب بالهبل، واصلا هو جامد جدا وبرازيلي واسمر وبنرقصه سامبا ده بقى فعلا ولعيب. ديفيد جاب بقى خط نص بقى. ورينا بقى خط مين. الباك الشمال بتاعي لسه. انت لسه الباك الشمال بتاعي بقى انا مش محتاج اقول بقى. برازيلي برضه. انا مش محتاج اقول. برازيلي ولعيب ويلعب وينج ويلعب خط نص ويلعب كل حاجه. واحد زلط اقرع كده دماغه كبيره. ايه لا انت ايه ولا تقول حاجه تانية غير ايه؟ مين؟ انا قلت كارلوس. يا نهار ابيض، انا قلت مارسيلو. انا قلت انت هتقول مارسيلو.
مارسيلو مين يا عم؟ بس مارسيلو لعيب فشخ يا ابني. ايوه تمام بس مارسيلو حريف، انت بقى هتلعب ان هو يديك بقى ايه تسديدات صاروخيه. بص اقول الاثنين فاهم انت، خليهم يختاروا. احنا كده قلنا الاثنين، انتوا بقى يا جماعه اختاروا، يعني انتوا مارسيلو بالنسبه لكم احسن ولا؟ هو روبرتو كارلوس طبعا ده حاجه ومارسيلو حاجه، في ناس هتقول ده حلو والتاني هيقول ده حلو، بس هو من وجهه نظري انا روبرتو كارلوس. جينا بقى عند خط النص، انا اقول الثلاثه بتوعي على طول ما فيهمش كلام، اكشافي، انيستا، وميسي. ما انت هتحط لي قلبه ارتكاز مش عارف ميسي صانع، هحط ميسي صانع العاب، براحتي يا باشا براحتي. حلو قوانين. بص فكروا في الهجوم. هو حاطط لي 3 حمل، انا هرد عليك برضه لازم تصد. انا هرد عليك صد. انا طول عمري اسمه سديد اصلا. هحط لك الساحر اللي من وجهه نظر الرياليين يعني، الساحر مودريتش ده الامير ده، وجنبه على طول توني كروس. هتقول لي لسه بيلعب، اقول لك ايوه هو لسه بيلعب بس هو جامد واسطوره من مؤسسين النادي طبعا. وقدام بقى كنت عايز واحد ايه؟ مين؟ هو زين الدين الدين زيدان. زين الدين حلوه زيدان. دي برضه، حلوه بصراحه. هو عنده تاريخ، انا عندي تاريخ، وعندي ناس بتشوط وناس بتمرقص وناس عندها 37 سنه ولسه بتلعب. هو ما عندوش حد من حد كده. ايه انا عندي 57 سنه ولسه بوسكيتس لسه بيلعب، في ايه يا عم؟ صلى على النبي. حلوه بصراحه. خد بقى ايه الهجوم بقى، موديل الهجوم. صموا ايتو، وابدا بالمهاجم من على طول. ايتو وينج يمين نيمار، على الشمال رونالدينو. سلام عليكم. وريني مش هرد عليه. وريني في كروت يا زميلي لسه مستخبيه تحت. انا عايز اشوف. شو مي العشق رقم 1 كريستيانو رونالدو 1. وده طبعا يقوم بيها كله بالفرقه كلها، بس يعني انا برضه ايه ناس برضه بتسنده كده. كريستيانو رقم 1. هنحطه ايه؟ وينج شمال. ماشي. وينج يمين انا عايز احط بيكهام عشان انا بحبه وبعزه واحترمه وهو حليوه ونايتي كل حاجه. والصراحه هو جامد. فانا هحطه مع انه بياخد خط نص، بس انا هحطه وينج يمين. وقدام بقى طبعا ما دي المشكله بقى، انا عايز اسمع بقى مين قدام. ايه ده؟ ازاي؟ الظاهره يا لهوي، كنت ممكن انا كمان احطه. يا الظاهره رونالدو ده لعب في برشلونه برضه. لعب عندنا سنه. ما انا الحمد لله لحقته، الحمد لله ان هو نساه اصلا. انت تعرف ان انت كنت ممكن تحط مكان بيكهام لويس فيجو؟ وانا وانا كنت ممكن احطه برضه يمين عادي. ده دكه ده دكه. ودلوقتي التشكيلتين عايز اقول لكم قدامنا وشوفوا انتوا احسن واحد اللي هو انا يعني في تاريخ. وشكرا كده يا جماعه نكون خلصنا. عايزين لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره طبعا، وفي فيديوهات تانية كتير هتيجي. سلام.